عاملين ايه؟ احلى واجمل واجدع اخوات في الدنيا كلها، يا رب تكونوا بخير. انا شفت كل الكومنتات اللي كانت على الفيديو الاخير، عارفه ان كل التعليقات سواء تعليقات ايجابيه او سلبيه. انا عارفه حتى اللي بيهاجمني محبه ومن خوفكم وقلقكم عليا، وان انتوا قد ايه بتحبوني ومش عايزين ان انا اكون غايبه عنكم. وعارفه ان في جزء كبير منكم ما عندوش منصات تانية زي الانستجرام او الفيسبوك او التيك توك، فمش بيبقى عارف انا متواجده هناك ولا لا، وبتقلقوا عليا، فحقكم عليا وغصب عني. انا عارفه ان انا قصرت معاكم، كنت غلط كبير وبس، والله العظيم ربنا وحده اللي بيكون اعلم بظروف كل واحد. وزي ما قلت لكم، مش كل حاجه بتكون زي ما هي ظاهره، ومش معنى ان الواحد مبتسم وبيضحك على طول ان كل اموره تمام، او مش معنى ان هدى بتطلع على منصه تانية وباين ان هي امورها تمام تبقى امورها تمام وناسياكوا. والله العظيم ابدا، ربنا يعلم غلاوتكم عندي وقد ايه انا تعبت هنا في القناه، واكيد يعني الواحد مش بيضيع تعبه. فبما اني غايبه فاكيد في اسباب واسباب منعاني. الشغل هنا غير اي منصه تانية خالص، فحقكم عليا للمره المليون، ربنا ما يحرمني منكم ابدا. والمره دي زي ما قلت لكم بدايه جديده ان شاء الله تكون غير اي مره، وحتى لو حسيت ان انا هقصر معاكم مستحيل هغيب عنكم فتره طويله ابدا ابدا. لو حتى هنزل لكم فيديو كل اسبوع بحيث ان انا افضل متواصله معاكم واطلع معاكم لايف هنا، فان شاء الله خير. ادعوا لي، انا باخد منكم طاقه حلوه زي ما انتم بتاخدوا مني طاقه حلوه. والله العظيم كلامكم بيهون عليا، بيشجعني قوي قوي قوي. كلامكم على اخر فيديو هو اللي مخليني دلوقتي فاتحه الكاميرا وراح ابدا معاكم تصوير. نقطه من اول السطر، بدايه جديده، حبايبنا هدى من جوه. النهارده بقى هعمل معاكم اكله الجمبري في الكيس الحراري. الاكله ديت كلنا بنعشقها وبنموت فيها، او اغلبنا نسبه كبيره، عشان الناس اللي ما بتحبش اصلا الاسماك ولا السي فود ولا بتحب الاكلات دي بنروح ندفع فيها مبالغ وقدرها في المحلات. طب انا نهوده فكرت في يوم كده، انا عندي جمبري وكان عندي بلح بحر وكان عندي شويه سي فود كده في الفريزر، فقلت طب ما اجرب كده احطهم في كيس حراري، شوف الصوص بيتعمل ازاي واعملها واشوف هتنجح ولا مش هتنجح. واذا كانت احلى اكله اكلتها في حياتي والله العظيم. يعني انا عملتها الكلام ده ممكن من 10 ايام مثلا، كانت اول مره ان انا اجربها، طلعت ممتازه. اي نعم فيها كان كام تركه كده وقعوا مني بما اني كنت اول مره اعملها، بس مجملا كانت حلوه قوي واحلى من اللي بتتاكل بره، وارخص كتير، مش مكلفه نفس التكلفه دي. يلا بينا على المطبخ على طول. لايك وشير وسبسكرايب، وهسيب لكم في اول كومنت كل اللينكات بتاعه المنصات التانيه، لو مش متابعيني هناك روحوا تابعوني. ويلا بينا يا حلوين. ابدا كده اجهز الجمبري عشان اكتر حاجه هتاخد مني وقت. الاكله دي سهله وسريعه، بس يعني تجهيز الجمبري بس، اللي هو نقصقص الشوارب بتاعته ونشيل منه كيس الرمل. اوعوا ان انتوا تنسوا ان انتوا تشيلوه، لان هتلاقوا حاجه كده بتقرقش تحت اسنانكم هتفصلكم عن الاكله كلها. دي اول حاجه هجهزها كده، بحيث ان انا ايه اكون مخلصه كل حاجه. حطيت كده كيس في الحوض، هقصقص بس كده الحاجات دي في الجمبري، بحيث ان هو لما يستوى الحاجه دي بتقع في الصوص. وبخلة السنان كده نيجي في نص الجمبريه ونبدا ان احنا نشيل كيس الرمل اللي فيها بالراحه كده، عشان ايه ما نهريش اللحمه بتاعته. بصوا هو ده كيس الرمل. بعشق الذره في الاكله دي، بيبقى طعمه حلو قوي. دول 4 وحدات قشرتهم وشطفتهم وقطعتهم كده قطع صغيره بحيث الواحد يقدر ان هو يمسكها. وحطيت الميه علشان تغلي، بدات تغلي هحطهم في الميه بقى كده عشان يتسلقوا، وبس كده الذره يكون جاهز. هحط مع الجمبري كده بلح البحر. عايزه اقول لكم ان انا بموت في بلح البحر، انا كان نفسي قوي ان انا اجربه، بعدين جربته مره في مطعم وعجبني قوي حبيته. من ساعه ما عجبني بقى جبت منه كده كيلو او كيلو ونص، وقسمتهم في اكياس وحطيتهم في الثلاجه في الفريزر، بحيث يبقى عندي لما احب ان انا اكل منه وكده. لذيذ لذيذ لذيذ. نفسي اعرف الطريقه اللي هي بتاعت تركيا اللي انا بشوفها في المسلسلات، بيبقى محشي رز كده وبيبقى حلو قوي، دي لسه ما وصلتلهاش الصراحه. فاللي عارف الطريقه ينزل يكتب لي في الكومنتات بتتعمل ازاي. احطه كده في ميه، حطيت فيها شويه خل وهنقعه مثلا شويه كده عشان اتاكد ان هو نضف، ولو في اي حاجه تطلع منه. بعدين اشطفه كده واحطه مع الجمبري يتصفى.
علشان بصور حاسه ان الاكله واخده تفاصيل كتير، مع ان هي في العادي او لو انتوا بتعملوها مع نفسكم بتطبقوها هي سهله قوي، مش بتاخد كل التفاصيل ديت. وممكن مثلا في ساعه تكونوا مخلصين كل حاجه. اكتر حاجه ممكن تاخد منكم وقت شويه بس الجمبري، لو انتوا جايبين الجمبري متقشر وهتعملوا جمبري متقشر بينفع معاه، بس بياخد تسويه اقل طبعا، فمش هتاخد منكم وقت خالص. يلا بينا نبدا في الخطوات المهمه، وهي تجهيز الصوص اللي هيتحط عليه الجمبري. هحط كده مكعب كبير من الزبده، وهزود عليها شويه زيت. تقدروا تعملوها بزبده بس عندكم الزبده، او حابين ان انتوا تقللوا التكاليف شويه تحطوا زيت، بس هي طبعا بالزبده في حته تانية. يعني الزبده دي اساسي. من زينه هو ده كده بيحب ياكل الزبده. شويه زيت كده مش كتير. هديت النار كده علشان ما تتحرقش مني. حطيت كده كذا مكعب من الثوم، يعني قيمه مثلا راس ثوم كبيره. لو هتعملوا كميه اكتر من اللي انا هعملها زودوا الثوم شويه، لازم طعم الثوم كده يكون ظاهر. يا دوب نشوح الثوم كده. حاسه كمان ان انا هزود مكعبين ثوم، زودت كده ثوم كمان. البصل والفلفل كده اللي احنا فرمناه هنزل كده على الثوم، ونشوح البصل. مش هنحمره ولا اي حاجه من الحاجات دي، يا دوب بس البصل كده هيدبل وياخد تشويحه. نحط كده معلقتين صلصه. البهارات بقى معلقه كزبره كده كبيره، معلقه كمون، بابريكا، فلفل اسود، بهارات باب الشام اللي هي بتاعت المأكولات البحريه حلوه قوي. نحط كده منها معلقه. نظبط كده الملح. بصوا بقى الاضافه ديت انا حطيتها المره اللي فاتت وكانت مخليه الصوص دسم كده وحلو قوي. هحط كده شويه من كريمه الطهي. عصرت كده 5 ليمونات. الليمون مهم قوي عليها، لازم طعمه كده يكون ظاهر. اديلهم كده تقليبه وادوقها كده اشوفها ناقصه بهارات ايه، ناقصه ملح، محتاجه ليمون كمان ازود لها ليمون. كنت هنسى احط عليها الفلفل السبايسي، وده عنصر رئيسي. الاكله دي لازم تبقى سبايسي مولعه نار، تبقى جامده. اقطع كده الفلفل السبايسي. انا ما رضيتش افرمه في الكبه كده علشان كنت عايزه اقطعه قطع تكون كبيره. قطعت كده شويه شبت. لو عندكم كزبره او بقدونس اي حاجه خضره كده حطوا منها عود. وبس كده خلاص بقت جاهزه معانا زي الفل. زودت عليها ليمونه كمان عشان يبقى طعم الليمون يبقى ظاهر اكتر. بس كده خلاص الصوص بتاعنا جاهز. حطيت زبده سبتها لحد ما سخنت. غسلت الرز كده وصفيته، ورشه كده من الفلفل الاسود بتديله طعم حلو قوي. واشوحه كويس كده مع الزبده. بعد ما يتشوح نحط عليه الميه وهي سخنه وبس. خلاص نسيب الرز كده يستوى مع نفسه. جهزت كده كل حاجه. طبعا الجمبري والبلح البحر سبته لحد ما صفى خالص. وزي ما قلت لكم اي نوع سي فود عندكم ضيفوه للكيس ده هيبقى زي الفل وحلو قوي. بس بصراحه ده اللي عندي. فنفضي كل حاجه بقى هنا كده. عايزه اقول لكم ان الصوص طعمه خطير. وبرده من الغلطات اللي انا كنت عملتها المره اللي فاتت، كنت سبت الصوص كده يعني مش متسبك قوي. فطبعا لما استوى كان فيه شويه يعني ايه، عارفين اللي هو كان خفيف شويه، متسبك على الاخر خالص اهو. فكده هيبقى طعمه احلى. نحط بقى الجمبري، بس نخلي بالنا واحنا بنقلب علشان ما نهريش الدنيا. اعملي الاكله دي وادعي لي. خلاص انا من ساعه ما عملتها واحنا ما اكلناهاش بره، اعتمدتها خلاص في البيت. نجيب الاكياس. هي بتاخدش وقت في الفرن. المره اللي فاتت انا بصراحه سبتها نص ساعه، واعتقد لو كنت طلعتها قبل نص ساعه كانت هتبقى مستويه وزي الفل. لو انتم ما عندكوش الكيس الحراري وعايزين توفروا على نفسكم ما تشغلوش الفرن وكده، غطوها وسووها على البوتاجاز وعادي ريحوا دماغكم، مش هتقول لا يعني. والله العظيم يفتح النفس. هو لسه ني وما استواش والريحه طالعه خطيره. برده هديله تقليبه كده. طبعا الكيس اتقطع مش مشكله. بس كده كيس الجمبري جاهز معانا. نعمل فيها فتحه كده علشان البخار وبس خلاص.
وادخلها الفرن وبكده يكون جاهز معانا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الله عليك يا بنتي انا هدى، لما بتدخلي المطبخ وتقرري ان انت تبدعي بجد ببقى مخلصه قوي، خاصه لو بعمل اكله انا بحبها. شوفوا الحلاوه والجمال والطعامه، الريحه طالعه تخبل، والله العظيم خطير. بموت انا في الذره ده. بسم الله. جبت هنا الرز والجرجير، الاكله دي ما بيتاكلش معاها غير كده، نو اتيكيت. حاسه ان انا قصيره قوي. تعالوا كده اقول لكم بناكلها ازاي. ناخد شويه كده من البهاريز، لازم تجوعوا وتقوموا تعملوا الاكله دي، حتى لو عندكم كيس جمبري، يعني كيس جمبري بس ما عندكوش اي حاجه تانية، قوموا اعملوا الاكله دي. وناخد واحده كده جمبريايه، وناخد البهاريز اللي في الراس دي. الله على الحلاوه، الله. ناخد كده حته جمبري هنا على نفس المعلقه دي، وكام واحده ذره حلوه كده، القمر اللي شاربه من الزبده وطعمها خطير، نحطها هنا كده. انا لما بروح المطعم وبناكل انا باكل كده على فكره، والله العظيم فعلا ما بيبقاش فيه اتيكيت. نمسك كده 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 كده، والكرة راح على بق مين. وهنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا لهذا الجميل، والله لازم اكل خطير حبيب قلبي ده. راح اكل مع حوده عشان زي انا عمال يدعي عليا، والله العظيم. والله فعلا انا بدعي عليك. انا عارفه. الكاميرا حاطط ايده على معدتهم يقول لي يلا يلا يلا. ازيكم يا جدعان، عاملين ايه؟ عشان والله افتقدكم جدا جدا الفتره دي، بس خلاص هانت ان شاء الله كلها كام يوم كده ونرجع بقى نعمل لكم فيديوهات جامده جدا على القناه الثانيه باذن الله. باذن الله. بس يا اخواتي انا اقفل معاكم الفيديو لحد هنا عشان الاكل ما يبردش، ونروح احنا نلتهم بقى الاكل، نقعد نشمر وناكل براحتنا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لو ما جربتوش الطريقه دي جربوها، ولو بتعملوه بطريقه ثانيه وصوصات مختلفه اكتبوا لي برده عشان اجربها، لان احنا بنعشق الاكله دي. اشوفكم ان شاء الله على خير، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، واشوفكم في فيديو جاي على خير. باي باي.